السلام عليكم متابعي قناة هل تعلم ديزاد. ون بيس هي سلسلة مانجا يابانية من تأليف ورسوم إيتشيرو أودا. سلسلة المانجا في شونين جامب الأسبوعية منذ 4 أغسطس 1997. تنشر الفصول المفردة في مجلدات تانكوبون من قبل شوئيشا، مع كون الإصدار الأول في 14 ديسمبر 1997 وإصدار المجلد 72 في نوفمبر 2013. تتبع ون بيس مغامرات مونكي دي لوفي، فتى شاب اكتسب جسمه خصائص المطاط بعد أكله بالخطأ فاكهة الشيطان، فاكهة المحيط حسب الدبلجة العربية الرسمية، وطاقمه المتنوع من القراصنة المسمين قراصنة قبعة القش. يستكشف لوفي المحيط بحثا عن أعظم كنوز العالم المعروف باسم ون بيس ليصبح ملك القراصنة الثاني. حولت الفصول إلى رسوم متحركة أصلية للفيديو أوفا من إنتاج برودكشن آي جي في 1998، ومسلسل أنمي من إنتاج توي أنيميشن الذي بدأ بثه في اليابان في 1999. منذ ذلك الحين بث المسلسل الذي لا زال مستمرا بمجموع 885 حلقة. إضافة لذلك أصدرت توي أنيميشن 13 فيلما أوفا و5 حلقات خاصة، وكما قد أنشأت شركات متعددة أنواع كثيرة من السلع مثل بطاقات الورق التجارية وعدد كبير من الألعاب الفيديو. دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأكثر سلسلة قصص مصورة تم نشرها وطباعتها من مؤلف واحد، وذلك بعد أرقام ديسمبر 2014 والتي حققت المانجا فيها 320,866,000 نسخة مطبوعة عالميا في 2008. صارت ون بيس سلسلة المانجا الأكثر انتشارا في 2010. أعلنت شوئيشا أنها باعت ما يفوق 260 مليون مجلدا من مانجا ون بيس. حتى ذلك الحد سجل المجلد 61 بعنوان معركة الماريني فورد رقما قياسيا جديدا كأعلى سلعة لطبعة أولى من أي كتاب في اليابان ب 3.8 مليون نسخة. الرقم السابق يعود للمجلد 60 ب 3.4 مليون نسخة. المجلد 60 كان أول كتاب يبيع أكثر من 2,000,000 نسخة في أسبوعه الافتتاحي في تصنيفات كتب أوريكون اليابان. ون بيس حاليا مصنفة كأفضل سلسلات المانجا مبيعا بحلول 2013. حصلت السلسلة على أكثر من 345 مليون منشور حول العالم، منها 300 مليون بيعت في اليابان فقط. وفي أكتوبر 2017 حققت المانجا مبيعات تقدر ب 430 مليون نسخة حول العالم، مما جعلها أفضل مانجا تحقيقا للمبيعات في التاريخ. الشخصيات الرئيسية: أولا مونكي دي لوفي، قائد السفينة يلقب بقبعة القش، يمتلك فاكهة المطاط ويملك جميع أنواع الهاكي، يحلم بأن يكون ملك القراصنة. ثانيا رورون والزورو، هو نائب القائد وسياف السفينة، يستخدم أسلوب الثلاث سيوف أو سانتوريو، يمتلك هاكي التسلح والمراقبة، يحلم بأن يكون أقوى سياف. ثالثا فيسين موك سانجي، طاهي السفينة، يلقب بالساق السوداء لمهاراته في قتال الأرجل، يمتلك هاكي التسلح والمراقبة، يحلم بزيارة الأزرق الكامل. رابعا نامي، ملاحة السفينة، تلقب بالقطة اللصة، تملك مهارة عالية في التنبؤ بالطقس، تحلم برسم خريطة العالم. خامسا أوسوب، قناص السفينة، يلقب بسوجي كينغ، ملك القناصين، يمتلك هاكي المراقبة ومهارة عالية بالتصويب، يحلم بأن يكون محارب البحر الشجاع. سادسا توني تشوبر، طبيب السفينة، غزال رنا، يمتلك فاكهة الإنسان وتسمح له بتحولات عدة بسبب مهاراته بالطب، يحلم بأن يكون الطبيب الذي يعالج جميع الأمراض. سابعا نيكو روبين، قارئة البونغليف، تملك فاكهة الزهرة، حاصلة على الدكتوراه في التاريخ، ويمكنها قراءة البونغليف وتحلم بأن تكتشف ما حدث بالقرن المفقود. ثامنا فرانكي، صانع السفن، يسمى كاتي فلام، سايبورغ، نصف آلي ونصف إنسان،
يحلم بأن يصنع السفينة التي تجوب جميع البحار. 9. بروك، موسيقي السفينة، يملك فاكهة الحياة، يمتلك مهارة بقتال السيف، يحلم بتنفيذ وعده ولقاء الحوت لابون. 10. جيمي، مخطط ذكي برمائي من جزيرة اليوجين، وكان شيتشي بوكاي سابق وحليف البيج مام سابقا وقائد قراصنة الشمس الثاني سابقا. انضم مؤخرا إلى طاقم قبعة القش، يحلم بأن ينهي العنصرية بين البشر والبرمائيين. متابعي قناة هل تعلم، إذا يوجد شخصية تريدون التعرف عنها فاكتبوها لنا في التعليق. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا، ولا تنسوا تفعيل الجرس كي يصلكم الجديد كل يوم. إلى اللقاء.